السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة معانا موضوع مهم ومعلومات مهمة من أول الفيديو لآخر الفيديو. نحب حضراتكم تعرفوها، ومكملين في علم الأتواب والكلام عن الأتواب، ودي حاجة تستحق اللي احنا نعرفها ونطلع عليها. النهاردة هنتكلم على الإزازية والخليلية والصافي الابيض وجين التفتيح، وكلام مهم ومفروض اي غاوي حمام يعرفه. اللي بيحب يعمل اتواب ويشتغل على اتواب الحمام يبقى مهم جدا الفيديو ده انك تسمعه. زي ما عرفنا ان الازازية من ثوابت الدبورة الخضراء، وهي تعتبر ام الدبورة الخضراء، والصافي الابيض، الاتنين دول اساس الدبورة الخضراء. النهاردة هنعرف نتيجة فرخ الصافي الأبيض على الإزازية هيجيبوا إيه، والخليلية دي بت مين وطلعت إزاي، وكلام مهم جدا في علم الأتواب في الحمام. تعالوا معانا نشوف الإزازية اللي هي أساس الدبورة الخضراء. الإزازية أساس الدبورة الخضراء بتبقى طيرة كل جسمها أزرق مايل رمادي، منطقة النهد تبقى غامقة ومايلة للخضار، وده نتيجة جين التقزح اللي بيقع في المنطقة بتاعت نهر الحمام. لها دبك شريطين رصاصي غامق على الجناحين، وما يبقاش فيها أي دبورة حمراء، ودي تعتبر من ثوابت الدبورة الخضراء، بشرط ما يكونش فيها نهد محمر ولا أي دبورة حمراء. درب الإزازية بيبقى زيتي، وممكن يبقى مايل للبني شوية. نعرف الخلية اتفرخت ازاي، هنشوفه دلوقتي. دخول الصافي الابيض، الصافي الابيض مفهوش اي اشارة، عيني بيضة، عيني بيضة زي الالماس. ده برضك يعتبر من ثوابت الدبورة الخضراء. يبقى الازازية والصافي الابيض من ثوابت الدبورة الخضراء، دول اللي هنطلع منهم الأتواب ونفتح بيهم بالصافي الأبيض ونغمق بالإزازية. يبقى الصافي الأبيض هيفتح، اللي هو جين التفتيح. جين التفتيح في علم الألوان أو في علم الجينات بيبقى اللون الأبيض واللون الكريمي. هنا الصافي الأبيض هيلعب دوره في تفتيح الدبورة بتاعة الإزازية الخضراء. لو فرخت الصافي الأبيض على الإزازية، جين التفتيح هينتج لي الخليلية. يبقى الصافي الأبيض على الإزازية الناتج بتاعهم هيجيب لي خلايا، هيجيب رقبات خضر، هيجيب صافي برقبة خضرة، هيشكل معايا الصافي الأبيض على الإزازية. وبعد كده هنطلعه منه بقية الأتواب الدبورة الخضراء. يبقى دخول الصافي الأبيض على الإزازية، هنا جين التفتيح فتح لي اللون، خلى الناتج الخليلي أو الخليلية. ايه الفرق ما بين الإزازية والخليلية؟ الإزازية زي ما احنا قلنا لونها رمادي مايل للزرقان، والنهد بيبقى غامق وفي خضار، والحبايك الدبك بيبقى الشريطين رصاصي. هنا لما دخل الصافي الأبيض وجاب نتج عنه الخلايلة، الخليلية هتبقى فاتحة، رصاصي فاتح، النهد يغمق شوية، الدبك هيبقى رصاصي فاتح. يبقى هنا جين التفتيح دخل فتح لي كل الوان الفرد مرة واحدة بدرجاتها.
يعني اللون الغامق فتحه شوية، الأفتح فتحه أكتر، الدبج بقى رصاصي فاتح. الخليلية اللي ناتج من الصافي الأبيض والإزازية نفس الكلام، ما يكونش فيهم أي نهد محمر نهائي، يبقى اللون الرصاصي مفهوش أي ضبابير حمراء أو أي حمار. كده احنا محافظين على الدبورة الخضراء، وده اللي المفروض نعرفه ونتعلمه كويس، ان ما ندخلش الفاصلين الدبورة الخضراء على الدبورة الصفراء، عشان بيحصل وبينتج عنها اتواب ملهاش معنى، ويبقى في جدال والناس تتعارك على الطوب، وهو طوب اساسا ملهوش علاقة بالصحة او بصحة اتواب الحمام. لابد احنا نفصل ما بين الدبورة الخضراء والدبورة الصفراء. الدبورة الخضراء بدرجاتها من الخضراء الغامقة لحد الرصاصي الفاتح، كل ده هنعرفوه بإذن الله في الفيديوهات القادمة. النهاردة كان موضوعنا عن الخليلية والإزازية والصافي الأبيض. عرفنا أساسيات الدبورة الخضراء، الإزازية والصافي الأبيض، وعرفنا نتيجة فرخهم هو اللي هيجيب لنا الخليلية. يبقى لازم عندنا دراية ازاي الخليلية دي جت. الخليلية دي طلعت كده لوحديها؟ لا، الخليلية دي طلعت نتيجة عن فرخ الصافي الأبيض على الإزازية، جين التفتيح الصافي الأبيض، اللي احنا بعد كده هنعرف عندنا 2 أداة أو أداتين عشان نقدر نلعب في الأتواب. في الإزازية نغمق بيها ونعمل المزرزرات، وفي الصافي الأبيض عشان نثبت الرقبة والكاموخة البيضة والجتة بيضة. وده طبعا بعد ممارسة ودراسة وخبرة في الفرخ. الكلام اللي أنا بنقله لحضراتكم ده نتيجة سنين فرخنا وفصلنا ونجحنا إن احنا نعمل أصعب حاجة اللي في الدبورة الخضراء ونحافظ عليه ويفضل طول عمره ما يعملش دبورة. الصافي الأبيض من أصعب الحمام أو الألوان اللي موجودة عندنا في الدبورة الخضراء، الصافي الأبيض. من غير الصافي الأبيض والإزازية مش هنعرف نعمل أتواب ولا هنعرف نشتغل. ده كلامنا في الفيديوهات القادمة. يا رب يكون معلوماتنا المتواضعة تكون بتعجب حضراتكم وتوصل لكم وعن إقناع. مش مفيش حاجة ان احنا بنفرض رأينا على حد، الرأي ليك ورأيك يحترم، وكل واحد ليه مدرسته وليه رأيه. احنا بنعرض لحضراتكم نتيجة خبرة سنين ولف محافظات وقعد مع هواي وفرخ. كل السنين دي بنلخصها لحضراتكم في دقايق. بيشرفني ان حضراتكم تبقوا موجودين معايا في الفيديو وبتسمعوها. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.